طبعا ب 9/10/2019 تم احتلال منطقة رأس العين من احتلال من الدولة التركية الفاشية وبزعامة رئيسها الفاشي رجب طيب أردوغان. نحن طلعنا بشكل قسري، بشكل همجي، يعني طالعونا بالمدافع الثقيلة بالطيارات وقصف على المدنيين والأبرياء والأطفال. لهالشيء هذا يعني ما كان لنا شيء غير انه نتوجه للمناطق الآمنة. جينا على منطقة الحسكة بعد فترة من زمن، تم افتتاح مخيمين، مخيم واشوكاني ومخيم سريكانية. نحن حاليا قاطنين بمخيم سريكانية رغم صعوبة وحر فصل الصيف وبرودة فصل الشتاء، ولكننا عم نقاوم مشان الرجعة يعني. ولكن الشيء اللي عم يصبرنا هو أمل العودة. نحن كمان عم نقاوم، عم ندافع، يعني بحد ذاته مقاومتنا هون وبقائنا في المخيمات ورغم حرارة الصيف وبرود الشتاء. هلا التجهيزات مشان فصل الشتاء مرتبط مع إدارة المخيم ومجلس مخيم سريكانية. نحن كمان هون التجهيزات اللي عم تعطوه يعني قلنا انه اشياء ضعيفة بسيطة يعني بشكل عام. عم يعطوا يعني سواء كان مادة المازوت او الخيم، يعني تشوف انه باردة جدا بفصل الصيف. لهيك نحن قلنا ذكرنا انه الشيء اللي عم يصبرنا هي امل العودة. يعني نحن اول يوم طلعنا ونحن كنا نعرف احنا رح نبرد، رح نجوع، رح ناخذ حر، يعني نحن رح نمر بظروف صعبة لحتى الإنسان اللي بده هدف، حاط قدامه هدف، اللي بده الحرية، بده الديمقراطية، راح يجوع وراح يبرد وراح يصير يمر بكل ظروف الحياة. من ضمن الاستعدادات نحن كأهالي مخيم سريكانية، الشخص اللي مثلا خيمته مهترية أو مقطوعة ما راح تستنى مثلا المنظمة أو تستنى الإدارة، هو راح يقوم بإدارة نفسه بنفسه. راح يحاول إنه مشان فصل الشتاء مثلا المطر راح يحاول يصب قدام بيته، يعني قدام خيمته. بنفس الشيء يعني مثلا عم يقوم بالتجهيز، مثلا اذا في عندهم من الامور الغذائيه اللي مثلا مشان لحتى يستمر معه لبدايه فصل الصيف. هلا بالصيف ما في كثير من المواد ما كانت تتاكل، يعني هلا بالصيف الكل عم يجهزوا حالهم مونه يعني الشيء اللي يخلينا نستمر بالبقاء هو مثل ما ذكرت امل العوده. كل شيء عم يمر بهالظروف هذا مشان الاستمراريه، انه نرجع لبيوتنا، نرجع لاراضينا. الاعاقه الرئيسيه هي احتلال الدوله التركيه بزعامه الفاشي اردوغان، يعني عم يحاول بكل الطرق انه يبعد الانسانيه، يبعد المجتمعات والثقافات الاصليه الى يعني مناطقهم. فهي عم تحاول تسبب فتنه، تحاول تسبب يعني خرق فتنه بين المكونات، بين مناطق شمال شرق سوريا خاصة بعد يعني بشيامة زفتان هاتية، يعني قوري بإمكانية كيم وزفتاني، يعني بيوستي زفتاني برهية دي بيش كبري حجر مكسر بيش مازوتي بيش تشيكرنا كونابي دي بيك حاضر تيجي هبه. يعني أمجد خوازن أفتش حاضر بيش بو بيش زفتاني، يعني بارانتي برفتي باتي أمد خوازن ام تاني چیزی ام خوازه وگرم باجاری خو باجاری ما دش من ناهل ام وگرم باجاری خو ام بان دکنی يعني همو دولتي جهاني قش ببن دستك ما وگرین باجاری ما ام وگرن مالی خو ام جبه زور زحمتیه در کبن. يعني دولتي نتويت كز ديناك شبوت ديناك بيدنگيه كهي، يعني امجي ملتك امجي شمالي خو شمالي ما بزوره زورا دارات دشمن ام جمالي ما درقستني ام دندريفان قامباناده ام زور زحمتيه دكشينه ام جي في زور زحمتيه ام جيان دكن ام دخوازن فقرن باجاري خو تدولتي دشمن دولتها تركي تدولت باجاري منبينا ام فقرن باجاري خو. يعني احنا هلا عم نسمع على وسائل الاعلام انه الدولة التركية عم تقول انه انا بدي اسلم منطقة راس العين يعني للسكان الاصليين. السكان الاصليين كلهم يعني قاعدين تحت بين المخيمات، وهلا قاعدين بمنطقتنا، يعني ناس كلهم قرباء عن المنطقة، ناس منهم من ادلب، ناس منهم من العراق. يعني هدف الاحتلال التركي هو تغيير المنطقة، تغيير ديموغرافي واسكان سكان غير سكانها الاصليين بمحل سكننا نحن الاصليين اللي قاعدين تحت المخيم. يعني نحن عم نقاوم، يعني هلا بقعدتنا تحت الخيم هاي نعتبرها مقاومة نحن، بس يعني راح نظل نقاوم لحتى عودتنا. وكمان نطالب المجتمعات الحرة، الدول لها يعني ضغط على انه يضغطوا على الاحتلال التركي ويرجعونا على اراضينا، انه احنا راح نكمل 3 سنين تحت الخيم. ويعني احنا امل بالشعوب الحره اول شيء انها تضغط على
حكوماتها يرجعونا الى بلادنا. طبعا احنا كمان يعني انه نرجع وفي احتلال يعني نحن ما راح نرجع. حاضرية ما جبو الزفستاني ياك ام تخوازنها دنگي خو بكنها منظمات او اختي منظمات اريكارية مرنك مجبورة ام وك ادارة ذاتي ام بيكورين ياك انها عازل ام دي نسر كونا حتى كونا ام بغيرين جبوغو مثلا تزعني عواملين زستاني شخا زحمة سرماية وكي تر مثلا صوبا مثلا مازوطي جو ام كاربن ج كوچبري خورا بقدمين طبعا ام درياتي كلي وعلاقاتي جو ام منظمات على شكل جو حتى اريكاريه بكن مثلا حتى جلا زستاني جبو زاروكا جبو اختيارا جبو حمون آليين جو بهتري خوا كاربن زستانا خو بي بقدين ام هولداني خودن جو ام كاربن وجوارا بيكورين اما وكمان ها ام براسيجي ديسا بحمون ادارين منظمات جو مخيمه واشو كانوا سري كاني جبو زستاني جبو صوبا جبو مازوتي جبو حمون آليه جو بهتري خوا کوچبری ما زستانی ده حاضری خو بکن براسی هم هولدانی خو گله کیت کن و حاضری ما گله کی هنه ده الین منظمات و حتی منظمات فی پیک نوین وک اداره ذاتی ام حاضری خوش بو گله خود کنج بو گله ما تشتی گو حاجتی وی ام قدمین یعنی گو بمليار دولارات هرن امش بو گله خودن و حتی گو شعب مجی هر امش بو گله خو گله سریکانی وحمون کوچبرین ایگو بهتری خوا گلی میگو باکرو و رجلات سوری دا گو امجوارا بقدمین تشتی گو جوارا لازمی گو هبی ام کاربن جوارا پیک بین ولو حال الطوارئ جهه حاضریه مهنا دمی پیش دا خودینه کی وقتی گو دولتا ترکا ام حاضریه خوا دم آلين حمون آلين تكونا دبن إغاثة دبن سلي غذائي بن بطانية دبن حمون آلي جو جركي قلي مي كوچبر أم حاضرياتك جبو فيجي يعني ناوي معنى إنه مثلا ولا زستانتي ام تشتكي جوارنا قدمين تشما طوارئ هاي لا بالعكس ما نهاجم طوارئ انا محمود تشتي بيكتين افا درمانا نانا سلاتي غذائينا تعليمه حمون آلية بيناكي امي بيكين ولو جو تشقاسي دولتها تركاجي داغركريه بكي امي جبو قال لي خو كنا بر جيرا جو محمون آليين تشتي غريكي وي جو ام بيكورين ادباك محمو منظمات حقوقي منظمات الدولية تايبت منظمة الأمم المتحدة يعني ومنظمة مفوضية لاجئين ونازحين إيد عالمي ده يعني براسيجي جرك بخلكي مي كوچبر وحاجاتي ويناكي بقدمين ويا هري مهم جرك هولداني خو منظمات الدولية جو مرتزقة شعار دا مدرخي خلكي ما بقري جهه